والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى هنعمل شوية محشي كرنب عظمة. عايزة اقول لكم مش هياخد في ايديكم ثواني، بجد من الحاجات اللي بحبها جدا وبحب اعملها في البيت، ما بتعمليش ازمة ولا اي حاجة. اهم حاجة ان احنا بنجهز خلطة المحشي، وخلطة المحشي ما بتاخدش معانا وقت، بتتعمل بسرعة. انا بقى لا تقولوا لي بقى انا جبت كرنبايه وقطعتها 4 تربع، ولا الكلام ده كله خالص، ما بينفعنيش وبيهدر الكرنبايه وبيبقى بصراحه حرام وخساره. يعني المره دي بقى لا، انا بحب اقطع الكرنبايه واقطع القلب بتاعها من جوه وافرط الكرنبايه كده ورقه ورقه. الكرنبايه ديت يعني كانت صغيره جدا زي ما انتم شايفين، الورق بتاعها معدود يعني، بس عملت منه حله حلوه قوي كبيره وقضتنا وكفتنا كمان واتبقى. طبعا جبت معايا الطماطم والخيار وشويه حاجات كده من السوق، وتوابل وحاجات كده، ايه لزوم الخلطة بتاعت المحشي. تمام. هاخدكم بقى وندخل المطبخ كده على السريع. انا هنا حطيت المية على البوتاجاز، طبعا المية سخنت جدا وخلاص داخله على الغليان. حطيت معلقة كمون، وكمان كنت حاطه في الحلة التانية هنا كنت بسلق الفراخ، فهسيبها كده تتسلق مع نفسها كده. حطيت لها طماطمايه كده وظبطتها عشان خاطر ايه تبقى الشوربه بتاعتها حلوه قوي اللي هزق بيها المحشي. تمام. هنرجع بقى هنا اهوت للحله بتاعه الكرنب. انا هنا حطيت معلقه من الكمون. تمام. وهحط بقى دلوقتي ورقه ورقه من ورق الكرنب. هتشوفوا دلوقتي ازاي بطلعها بكل سهوله، ما فيهاش اي مشاكل خالص. وهقطعها دلوقتي قدامكم وهحشي كل حاجه دلوقتي قدامكم كده، ايه خطوه خطوه، لان الموضوع سهل جدا وبسيط وما اعرفش ليه انتوا بتأزموه. انا شايفه هنا اهو الورق، شايفين الورق كده متفرط من بعضه، بحطه كده في الحله. ياخد بس يعني هقول لكم 3 دقايق بالكتير قوي، يعني عشان خاطر ياخد السخونيه بتاعته كده والورق بتاعه يدبل كده مع الميه عشان تعرفوا تطلعوه وتعرفوا تلفوه. بس اهم حاجه ما تسيبوهوش في الميه يغلي جامد علشان خاطر ما يتهريش، وساعتها هيتقطع منكم مش هتعرفوا تلفوه يعني. كده خلاص انا طلعته هنا في حل في صينيه او في مصفى او في اي حاجه، وبتفتحي الحنفيه عليه عشان خاطر ايه توقفي السخونيه بتاعته علشان ما يتهريش منك يعني. تمام. انا هنا حطيت الجزء التاني من ورق الكرنب، وهسيبه كده يتسلق كده كام دقيقه، وبعد كده اطلعهم كلهم زي ما انتم شايفين كده. احط هنا اهو طبعا خلطه المحشي اهي. احط طبعا بصلايه كبيره قوي او بصلتين، كل واحد بيحب زي ما هو عايز. طبعا في ناس بتحب البصل كتير في المحشي، انا هنا حطيت بصلايه كبيره. وهحط توم دلوقتي وكل حاجه يعني. هنا بقى بطلع الفراخ عشان ما تتهريش، وعشان هحتاج طبعا الشوربه بتاعتها عشان يعني هسلق بيها المحشي، فبجهزها يعني وكده وبسيبها كده. طبعا شايفين هي حمرا ازاي، طبعا حاطه لها طماطمايه ومظبطاها ومخليها بقى ايه يعني شوربه عسل. هنا بقى حطيت في الحلة معلقة كبيرة من الثوم، وهنا عصرت الصلصة. طبعا الكمية اللي انتوا عايزينها على حسب ما انتوا عايزين، بتحبوها كتير قليل، اهم حاجة تتسبك كويس جدا. تمام. هنا بقى خدت لكم بقى ورقايه ورقايه وتنيتها كده تانية، تنيتهم كده ببعض، وخدت العرق بتاعها طلعته وهتنيها كده، هطبقها كده زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى هقطعها كده بالسكينه على حسب الحجم اللي انا بحبه في في لف ورق الكرنب. تمام. اهو شايفين حلوه ازاي وطويله كده على بعضها. بحب بصراحه الفه كده، بيكون سهل عليا، وبقطع بقطع كده على حسب الجزء اللي انا بحب اقطعه. هتشوفوا دلوقتي معايا وانا بحشيه يعني.
دلوقتي انا بجهزه، لازم اقطعه كده في الاول علشان خاطر اشتغل عليه على اللفه على طول. تمام. الموضوع سهل جدا اهو، جدا جدا. ممكن كمان تعملي ورقتين ورقتين وتقطعي العرق بتاعهم، او 3 ورقات على حسب، بس انت طبعا بتظبطيهم عشان لما تيجي تقطعي العرق يتقطع معاكي لوحده، ما يتقطعش يعني معاه ورق ويتهدر معاكي الكرنبايه. تمام. اهو شايفين، بس انا بحب اقطعها ايه ورقه ورقه كده، لان كده كده الكرنبايه صغيره زي ما انتم شايفين، يعني مش كبيره وورقها كتير ولا اي حاجه. ومع ذلك عملت منها حله كبيره وجميله جدا، وكفت واتبقى كمان اتعشوا بيه بالليل. فكان بصراحه كانت حله حلوه قوي، وكمان الكرنبايه كانت جميله ومعسله، بصراحه كانت تحفه. فانا بفضل الكرنب اللي هو حجم صغير، بيبقى ورقه اكتر. يعني انتوا لو انتوا عايزين كرنبايه كبيره قوي بتجيبوا يعني عايزين تحشوا كتير، فبتجيبوا كرنبتين صغيرين، بيبقى افضل واحسن طبعا. هنا شايفين الورق اهو بعد ما جهزته، شايفين جاهز على طول كده على اللف على طول. شايفين انا باخد هنا طبعا بتبقى بطولها كده، طبعا انا بقطع جزء جزء انا عايزاه. هاخد كده الجزء ده، شوفوا دلوقتي هلفها على طول. طبعا اللف ده كلكم انا عارفه ان انتوا بتعرفوا تلفوا، لكن ده للمبتدئين اللي هم لسه يعني بيتعلموا ازاي يلفوا. الموضوع سهل جدا وبسيط، وكمان عشان ما يتضايقوش ولا يبقى الموضوع بالنسبه لهم حاجه مجهده او متعبه. لا، المحشي بسيط جدا وسهل، وسهلوه على نفسكم، ما تتعبوش نفسكم يعني بزياده. انا لما جربت الكرنبايه لما قطعتها 4 تربع بصراحه اتبهدلت مني، اتبهدلت مني يعني، وما تبقاش منها حاجه، ما عرفتش اعمل منها حتى حله صغيره. فبجد بلاش تجربوا الطريقه ديت، مش اي حد يطلع ويقول انا قطعت الكرنبايه 4 تربع وكانت حكايه وكانت مش عارفه ايه. لا، ما تصدقوش اي كلام، جربوا بنفسكم هتلاقوا فعلا ان احسن طريقه هي ان انتوا تقطعوا الكرنبايه، تسلقوا الكرنبايه ورقه بورقه. تمام. دي كانت يعتبر يعني احسن طريقه بالنسبه لي في لف ورق الكرنب. وما تنسيش بقى لو انت لسه معايا لحد دلوقتي ووصلت معايا لحد هنا في الفيديو، ما تنسيش تصلي على النبي، وكمان تشجعيني باللايك وتشتركي في القناة لو انت لسه مش مشتركة. ويلا بقى عايزة اشوف احلى لايك منكم تشجعوني بيه، وكمان كلمة حلوة في الكومنت. هي اللي بصراحة بتشجعني وبتحفزني وبتخليني اعمل فيديوهات واستمر. فاتمنى تشجعوني وما تنسوش اللايك. وانا كده خلصت خلاص لف الكرنب. تمام. وطبعا هقفل الفيديو كده عشان خاطر ايه ما اطولش معاكم لحد ما اخلص كده اللف، وبعد كده هرجع لكم على طول بعد ما اخلص اللف. خلاص اهو خلصت الحله العظمه دي زي ما انتم شايفين كده، بجد اتلفت معايا على طول، ما خدتش مني وقت خالص والله، بجد خلصت معايا بسرعه جدا. بس ما كانش ينفع ان انا الفها لحد ما اخلصها وانا فاتحه الفيديو. هنا بقى خلاص انا كنت مظبطه الشوربه بتاعتها طبعا، ومظبطاها بقى شطه، وبصوا مدياها بقى التوابل الحلوه جدا بتاعه المحشي. وهنا بس كده ما حطيتش الميه كتير عشان خاطر المحشي يبقى مفلفل كده وحلو. وغطيتها طبعا بالطبق وقفلت عليها كويس قوي، وسبتها بقى براحتها خالص، ووطيت عليها بعد ما غليت كده غلوتين، وبعد كده وطيت عليها تستوي براحتها. المحشي طالع تحفه، عايزه اقول لكم جميل جدا جدا جدا، وريحته فظيعه حلوه قوي قوي قوي. وكمان كان مشطشط وطعمه جميل جدا، والصلصه بتاعته كانت حلوه ومظبوطه، والشوربه بصوا كل حاجه كانت حلوه جدا بصراحه. اتمنى تجربوا الطريقه ديت، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. طبعا الرز اللي انتوا شايفينه ده ده بقيه الرز اللي اتبقى مني من المحشي، لان بنتي بتحب جدا المحشي مع العروق، الرز مع العروق بتاعه المحشي. طبعا العروق ما رميتهاش ولا اي حاجه، فعملتها كده وقطعتها مع الرز مع باقي الرز وسلقته، سويته يعني. بس كده اهو، وده كان اكلنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.